بيقول لك بيراميدز عامله سكواد جامد جدا، لا جامد بجد. يمي خاف يا عيد. يمي. ومش بس كده، ده كمان كابتن علي ماهر بيقول لك ان بيراميدز في الموسم اللي فات ده اللي خالص ده هو اقوى فريق موجود في افريقيا، مش مصر بس، لا افريقيا كلها. طبعا يا كابتن مش محتاج تقول اصلا، دي حقيقه وظاهره لكل الناس. واكبر دليل على كده خساره الدوري المصري، وكمان خساره الكونفدراليه، وخساره السوبر المصري، وخساره كاس مصر. وده كله يقول لك ان بيراميدز اقوى فريق في افريقيا، مش محتاجه كلام يعني. كل اللي فات ده بقى يا صاحبي مش مهم خالص. انت عارف ايه المهم في الليله دي كلها؟ انا هقول لك، بس حاول ما تضحكش. جماهير البليله، اسف جدا، اللي هي الزمالك، هي اللي فرحانه بالسكواد الجامد جدا ده اللي بيراميدز عاملاه. يا صاحبي عايزك تاخد بالك ان هم بيستخدموا بيراميدز علشان يحفلوا على الاهلي، فاهم حاجه؟ لك ان تتخيل يا صديقي كميه البؤس اللي الاهلي عامله في الناس دول. بصراحه، بكل صراحه، الله يكون في العون. المهم والاهم بقى ان لازم دلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وسعاده. اهلا بكل اهلاوي من اي مكان هنا عندنا في التالتة شمال. ولو انت يا صاحبي اهلاوي انزل تحت بسرعه اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. اما بقى حضرتك لو بتاع بليله، لو بتاع طموح، اوعى تعمل اي حاجه خالص. شوف بقى يا ابو الصحاب، الحكايه وما فيها ان المركز الثاني هيحصل فيه شويه تغيرات كده الفتره الجايه. بمعنى الاهلي رقم واحد ده امر مفروغ منه. اما بقى يا صديقي المركز الثاني من بعد ما كان محجوز باسم اسف جدا الزمالك، هيبقى محجوز او هتتنقل الملكيه بتاعته لاسم تاني او فريق اللي هي بيراميدز طبعا. وده مش كلام وخلاص يا صديقي، انا هوضح لك كل حاجه دلوقتي يا فندم، بس انت اديني دقيقه واحده بس من وقت. بيقول لك بيراميدز الموسم الجاي هيكون مرعب. يم على فكره بقى يا صديقي ده حقيقه، لان بيراميدز حرفيا عامله سكواد فاجر. ولكن السؤال هنا، هل السكواد الفاجر ده هيقلق الاهلي في حاجه؟ طيب خلينا ناخدها واحده واحده. بيراميدز صحيح عنده فلوس كتير، فبالتالي عمل سكواد جامد جدا مرعب. لكن يا صديقي هو من امتى بيراميدز وعنده سكواد ضعيف؟ ده من يوم ما تركي مفكر ان هو يكيد النادي الاهلي، وهي بيراميدز عندها سكواد جامد جدا. زي مثلا خد عندك الشناوي وعلي جابر وكينو. فاكرين كينو اللي انا بعتبره بكل امانه افضل لاعب اجنبي دخل مصر؟ ومرورا بقى بمحمد حمدي زكي، وكمان رمضان صبحي وعبد الله السعيد، واللاعب الخطير بتاع خط النص بلاتي توريه، واسماء كتيره جدا كلها مميزه وقويه. مين بقى اللي هيزيد على الاسامي دي علشان يخلي بيراميدز الموسم الجاي مرعب؟ ما هو مرعب اصلا يا عمنا، كاسامي هو مرعب. وغير السكواد القوي اللي دايما بيراميدز بتتميز بيه، هتلاقي ان هما كانوا بيجيبوا مدربين اسامي قويه جدا في عالم التدريب، زي مثلا المدرب رامون دياز. ده انا شايف ان هو كان مدرب عالي جدا واسم كبير جدا اصلا. تعال انت بقى قول لي، في ظل المدربين الاقوياء جدا دول والاسامي الجامده جدا دي، بيراميدز حققت ايه؟ اولا يا صديقي الدوري المصري صفر، اما بقى كاس الرابطه صفر، ولكن يا صديقي الكونفدراليه صفر، وبخصوص بقى كاس مصر صفر، والسوبر المصري يا صديقي مش محتاجه كلام صفر. طيب اي دوره رمضانيه؟ طيب والله العظيم صفر. وخلي بالك مش معنى كلامي ده ان انا عندي مشكله في الطموح خالص، ابسولوتلي احنا عارفين وحافظين وفاهمين ان الطموح حلو ومفيش كلام، وكمان حق اصيل لاي فريق مش بيراميدز بس. ولكن لما يكون الكلام في تفخيم جامد جدا لبيراميدز او السكواد اللي عاملاه بيراميدز على حساب النادي الاهلي، او تحس كده ان في تلميح من التقليل من النادي الاهلي، لا يبقى ستوب، كل واحد يعرف مقامه. وعايز اقول لك يا صديقي ان الاهلي دائما وابدا بيمتلك حاجه دايما بترجح كفته بالفوز باي بطوله بيدخل فيها. الحاجه دي يا صديقي تبقى الجمهور اللي هو رقم واحد على فكره، مش 12. علشان كده بقى يا صديقي دايما تلاقي اتحاد الكوره بيحاول على قد ما يقدر ان هو يمنع او يقلل عدد جماهير الاهلي من حضور الماتشات بتاعه الاهلي. خلي بالك اقسم بالله كل كلامي والهري اللي فات ده مش معناه خالص ان احنا نستهتر ببيراميدز او اي فريق خالص، والله العظيم. انا بس كل القصه ان انا حاولت احط النقط على الحروف. والخلاصه بقى يا صديقي ان جماهير الاهلي لازم وحتما ولابد ما تقلقش خالص، ابسولوتلي مفيش اي قلق يا باشا من اي منافس. انت تقلق بس لو الاهلي مش في حالته، غير كده بقى كلها شكليات. سلام.